شوفوا، كلنا بنغلط. تمام. ومش دي المشكلة. المشكلة ان ممكن بعد ما نغلط ما نبقاش عارفين نقول ايه لربنا. عشان كده بإذن الله هنتعلم النهاردة اول دعاء قاله سيدنا آدم لما أذنب وعصى ربنا. وخد بالك، هو سيدنا آدم لما عمل الذنب ولا قعد يبرر، ولا قعد يقول اصل الشيطان وهو اللي غواني واصل مش عارف ايه، ولا قعد يجادل. لما عمل الذنب قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو دعاء قصير بس فيه 3 نقط مهمين جدا. النقطة الأولى اعتراف بالذنب، اعترف بذنبه على طول. النقطة التانية طلب من ربنا المغفرة. النقطة التالتة طلب من ربنا الرحمة. فكانت النتيجة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني الدعاء ده كان سبب إن ربنا يتوب عليه. طيب، دلوقتي أنا لما أغلط أو أعمل ذنب ممكن أقول الدعاء ده: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويكون عندي من قرارة نفسي إن أنا معترف بالذنب، وإن عارف إن مفيش حد هيغفر لي ولا هيرحمني غير ربنا. فدعاء واحد لو قلناه بصدق وإخلاص ممكن يبقى سبب في إن ربنا يتوب علينا ويرحمنا. ولو عايز تتعلم أدعية من القرآن تنفعك في حياتك، استأذنك تشترك على القناة عشان السلسلة دي بإذن الله تنفعك. شايف إن الحلقة دي ممكن تفيد حد أنت تعرفه؟ ابعتها له. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. بإذن الله أشوفك في الحلقة اللي جاية ونتكلم عن الدعاء اللي نقوله وقت ما الدنيا تضيق في وشنا. السلام عليكم.